سنة 1997 في قرية صغيرة على أطراف أسوان، كان في بيت محدش بيقرب منه تماما. الناس في القرية بيقولوا إن كل اللي دخل البيت ده اختفى. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. بيت بسيط جدا مبني من طين وحجر، بس الغريب إن كل ما الليل يدخل البيت يختفي من مكانه. الناس كانت بتحلف إنها تشوفه بالنهار عادي، لكن أول ما المغرب يأذن الأرض مكانه فاضية تماما، ولا في حيطان ولا باب ولا حتى أثر لطوب. وفي مرة واحد اسمه عبد المنعم قرر يدخل البيت بنفسه بالليل عشان يثبت إنهم بيتخيلوا. دخلوا معاه مصباح صغير، والناس واقفة بعيد مستنية. وبعد 10 دقايق سمعوا صرخة قوية جدا، وبعدها سكوت تام. تاني يوم راح يشوفوا اللي حصل ايه، ملقوش البيت اصلا، مكان فاضي تماما، ولا حتى اثر لعبد المنعم ولا اي حاجة. وبعد 3 ايام البيت رجع زي ما كان، بس على الباب كان مكتوب بالدم: اللي يدور يضيع. من وقتها محدش قرب منه تاني، ولا حد عارف البيت ده لسه بيظهر ولا اختفى للأبد. لكن الغريب صور الأقمار الصناعية بتقول إن المكان بيتغير شكله كل ليلة فعلا. يعني الموضوع مش خرافة، وفي حاجة فعلا مش طبيعية بتحصل هناك. لو عجبك الفيديو اشترك وفعل الجرس، وما تنساش اللايك الجميلة. ولو عندك حاجة شبهها قولها في الكومنت، ممكن تبقى هي قصة الفيديو اللي جاي.